ليه كل مرة بزور المتحف المصري الكبير بحس بنفس الانبهار؟ المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية في العالم. عشان أجاوب على السؤال ده خلوني أخدكم في رحلة معايا من أول مرة أشوف فيها المتحف لحد آخر تجربة، وكل فصل ليه حكاية. أول مرة دخلت المتحف حضرت عرض تفاعلي أول مرة يتعمل في مصر لقصة الملك توت عنخ آمون، أشهر ملوك مصر واللي مسك الحكم وهو عنده 9 سنين ومات في سن صغير. كانت تجربة مختلفة وفصلتني عن الواقع بمؤثرات بصرية وصوتية حسستني إني رجعت بالزمن للعصر ده. تاني مرة لقيت نفسي في عرض عن الأهرامات ما كنتش متوقعه. دخلت القاعة ومعايا نظارات هولو لينس، وبدأ صوت أحمد حلمي يمشي معايا في رحلة للأهرامات، بيتكلم عن البناء، عن الطقوس، وعن تاريخ الأهرامات. وهو بيحكي الأهرامات بتترسم قدامك بصور 3D بظل وألوان كأنك هناك فعلا. هرم خوفو انبنى من أكثر من مليون كتلة حجرية. تالت وأهم حاجة هي الجولة في المتحف والقاعات. تعرفوا إن ده أكبر متحف متخصص لحضارة واحدة في العالم، وعشان كده البهو العظيم بتاعه بيستقبلك فيه تمثال رمسيس الثاني. القاعات مليانة قطع من آلاف السنين ومن أزمنة مختلفة، كل واحدة ليها حكاية. والمبهر كمان عمارة المتحف نفسها، في فتحة مخصوصة يخش منها نور الشمس ويتعامد مباشرة على وش تمثال رمسيس، غير تصميمه اللي مليان حاجات مبهرة. كل ما تتعمق أكتر كل ما هتكتشف حاجات أكتر. من الحاجات المختلفة جدا اللي هتغير زيارتك للمتحف هي تجربة التريجر هانت. بتتمشى في المتحف تحل ألغاز، كل ما تحل اللغز هتكتشف حاجة جديدة. بالظبط كده، هي لعبة في المتحف، بجد مغامرة هتكسر الملل والتجربة في المتحف. كل فصل من الرحلة دي خلاني أحب المتحف أكتر. المكان مش مبنى وخلاص، ده قصة ضخمة بتتكتب فصل ورا التاني. بس الحقيقة إنك عمرك ما تقدر تخلصه من زيارة أو 2، محتاج تروح له كذا مرة عشان تستوعب كل التفاصيل. وكلنا منتظرين الافتتاح الكبير، وبالذات قاعة مقتنيات توت عنخ آمون. دي كانت التجربة من وجهة نظري. قولولي بقى إيه أكتر فصل شدكم في الرحلة دي لحد دلوقتي؟